ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تركيبه روعه هتبهركم من الاخر. هنعمل تركيبه بمكونات موجوده في البيت انت بترميها، هنعمل بيها المكون الرهيب ده والتركيبه الرهيبه دي. هتلمع الالومنيا زي الفضه زي ما انت شايفه كده بالظبط. وفعلا فعلا حاجه كده ببلاش، يعني من غير ولا جنيه. هنعمل تركيبه سهله جدا وببلاش، هتخلي الالومنيا معاكي زي الفضه. بس يا ريت لو اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل جديد يوصلك بشعر ان عملت فيديو جديد النهارده. كلمه اشتراك اضغطوا عليها وهتنوروني في القناه، وما تنسينيش في اللايك. وتعالوا نشوف التركيبه الرهيبه دي. انا قبل ما ابدا التركيبه عايزه اقول لكم ان لازم نجربها، اوريها لكم الاول تجربه قبل ما نبدا الفيديو عشان كل حاجه تبقوا شايفينها. الحله دي بقى لها 16 سنه بجد، فعلا حرفيا ومن غير حلفان بقى لها اكتر من 16 سنه. ما كانتش نظيفه خالص. ومن المكون اللي انا عملته ده والتركيبه اللي احنا هنعملها مع بعض دي، حته كده على السلك. انا هوريكم الوقت الحله قبل وبعد، يعني حته على السلك كده ناعمه، وهبتدي اجربها لكم وتشوفوها بعينيكم. الحله حاجه بقت يعني وهم. بصوا، حته من المعجون اللي احنا عاملينه ده، وبعد كده هقوم ماسكه الحله وغسلاها بالسلكه دي على الناشف كده. اوريكم ان هي منقطه من ورا ومش نظيفه خالص. الحله مش نظيفه، فعلا مش نظيفه خالص. لو الكاميرا مش جايباها هي فعلا مش نظيفه، منقطه كده من ورا ومنقره كده زي ما يكون فيها املاح اكلت الحله من الالومنيا كده. وظهريتها برضو مش نظيفه. انا هوريكم الظهريه. المعجون عامل زي الكريمه معايا. المعجون ده عندنا في كل بيت، المكون بتاعه موجود في كل بيت يا جماعه وبترموه. شوفوا ظهر الحله، عايزه اوريكم ظهر الحله ما كانش نظيف خالص. ابتديت بس اخدها على الحوض عشان اقدر اتحكم فيها، وازود السلكه كده شويه ميه عشان تعمل رغوه معايا من غير اي فيبه ولا من غير اي برد. وهترغي معايا زي ما انتوا شايفين كده، واغسلها غسله كويسه. شايفين من عامله ازاي؟ بجد بامانه مش نظيفه خالص. مسافه ما احط المعجون ده على السلك وابتدي اغسل، هتبرق، هترجع معايا جديده زي ما كان مشترينها بالظبط. حاجه كده بتخلي الالومنيا. بس السيليستين يا جماعه، التركيبه دي مش للسيليستين، انا عامله التركيبه دي للالومنيا فقط. حاجه كده بجد من الاخر وهم، وببلاش، حرفيا ببلاش. شايفين ظهر الحلة من ورا اللي كان مليان وساخة وكان مليان نقط كده وما كانش نضيف خالص؟ بجد بتبرق، يعني بقت فعلا فضة. يعني حاجة كده وهم من الآخر. لو انتوا فاتكوا الفيديو ده فاتكوا كتير، لأن هتستفادوا منه كتير قوي. الصينية دي آخر حاجة اغسلها، كانوا ولادي حاطينها على البوتاجاز وخلوها لونها كده محموق شوية. ابتديت انقعها كده بالمعجون اللي معايا والينها بالمعجون اللي معايا، وبعد كده غسلتها قدامكم اهي. حاجة كده. الصينية دي ما مش جديدة، دي بقالها حوالي عندي 5 سنين، يعني اتهرت استعمال. صدقوني دي المعجون الرهيب اللي احنا نعمله مع بعض، او التركيبة دي هتخلي كل حاجة ترجع جديدة زي ما كان. تعالوا نشوفوا المكون عشان ما اطولش عليكم. معايا بشر الصابون او بروة الصابون او الصابون اللي احنا بنرميه، البواقي الصابون. يعني دي بواقي صابون عندكم كده انت ترموها طبعا. انا مش هرميها، امسكها استخدمها او محطها كده ومكسراها عشان تلين معايا بسرعه من الميه. ومعايا 4 5 فحمات. هتقولي لي فحم، هقولك الفحم ده علاج رهيب لكل حاجه. لو انت ما عندكيش بقى البديل لبرو الصابون، وانت ما عندكيش برو الصابون وبترميه اول باول، عندك بقى الصابونه السمرة دي او صابونه بيضه وتبشري منها على الفحم. يعني انا بقول لك بديل باروت الصابون. لو انت عندك باروت الصابون ده ومحوشاه اعملي بيه. ما عندكيش ممكن تاخدي الصابونه السمرة دي وتبشري منها شويه كتار على الفحم اللي معاكي ده. فحم جبار، هو الكنز الرهيب في كل بيت والناس مش عارفه بقيمته. وابتدي انقع الفحم والصابون مع بعض لحد ما يلين خالص معايا. اول ما يلين معايا خالص، حوالي هيقعد معايا فتره طويله قوي. لو انت مش مستعجله ممكن تدق الفحم وتدق الصابون وتلينيهم. انا عشان ما كنتش مستعجله فابتديت الينهم حوالي 5 ساعات، وابتديت اعمل بالهون اللي في ايدي ده عشان يبقى كريم خالص معايا. ما تزوديش الميه، خلي الميه بتبقى بسيطه كده شويه يا دوب بس ممكن تقعديهم اكتر من 6 ساعات 7 ساعات لحد ما يلين معاك خالص. لو ما لقيتهوش لان معاكي، امسكي اي هون مثلا وقومي دقاه واحده واحده كده، هتلاقيه فرول معاكي مع نقعان الميه، لان هيكون اتنقع كتير 5 ساعات فهيكون ساب خالص. والفحم الطبيعي هيدوب في الميه من غير اي حاجه. هو خلاص انا قعدت حوالي 6 ساعات، وبالهون اللي في ايدي ده وابتديت انعم المعجون اللي معايا او انعم التركيبه اللي معايا دي خالص عشان اعرف اغسل بيها.
كل ما تدقيها كده وتنعميها اكتر. لو انت مش حابه تعملي ده كله ممكن تدقي الفحم وهو لسه قبل ما احطه في الميه تدقيه في كيسه كده هو والصابون. انا عملته بالطريقه دي لان كنتش مستعجله، فقعدت حوالي 6 7 ساعات مش مشكله، وابتديت ادقهم بالهون لحد ما خليتهم كريمي معايا او حاجه كده ناعمه في ايديا عشان اعرف اغسل بيها كويس واتمكن منها. خلاص كده شايفين المعجون حاجة كده يا جماعة، صدقوني صدقوني حاجة كده وهم، والنتيجة معاكم بجد هتجربوها، وما تنسوش تكتبولي في التعليقات ان هي نجحت معاكم والطريقة حلوة. اخر حاجه معايا بقى قبل ما اخلص الفيديو، الغطا ده ما كانش نضيف خالص، فعلا ما كانش نضيف. وحبيت اوريهولكم لانه كان مركون وفيه حاجات ماسكه فيه جامد. حبيت اغسله كده واوريهولكم قبل ما الفيديو يخلص. وبجد يعني خلي رجع الغطا حاجه كده وهم بصراحه. الفيديو ده يعني محتاج منكم لايك يا جماعه، ما تنسوش في اللايك. وشكرا جدا على اللي عمل لايك، ويا ريت تكتبوا له تعليق حلو منكم كده يفرحني. وباي باي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.